مع 2025 الحقيقة التاريخية. المشكلة مش هنا، المشكلة في اللي حصل بعدها. فلما بابا الفاتيكان يفتح بوابة يبقى هيحرر كيان أو في مناسبات معينة. وحط لي في بالك كلمة مناسبات معينة دي عشان هنحتاجها قدام. هل فعلا كل الكوارث اللي حكينا عنها دي كانت بسبب فتح بوابات الفاتيكان؟ طب طالما هو طقس ديني قديم، أمال إيه السبب بقى في الشكوك اللي حوالين بوابات الفاتيكان؟ الموضوع موقفش بس عند فتح بوابات الفاتيكان. قال لك ان بابا الفاتيكان لما فتح البوابات المقدسه دي طب ايه اللي اتفتح في 2025؟ ومش معنى كلامي ده ان انا بنفي وجود قوى خفيه او طقوس وثنيه. فمن قلب اليهوديه خرجت عقيده الكباله، ومن جوه الاسلام ظهرت الطرق الصوفيه. امال ايه اللي بعلنا الفكره دي؟ السريه اللي هناك واسرار مكتبه الفاتيكان والقبو السري والاجتماعات المغلقه، كل دي حاجات تثير التساؤلات. فيا ترى الحقيقة ايه؟